حمدي يعني في نظرة لقم كده في عينيه وهو بيجاوب على موضوع المدرسة بتاع ولاده. منين يا حمدي بتقول ان المدارس هتبقى في تركيا؟ ووفاء نفسها طلعت في فيديو لما كانت في مصر وقالت ان الامتحانات يا عيني ندى طالع عينيها والمدرسين رايحين جايين عليها عشان الامتحانات. وانت بتضحك علينا ليه يا عم حمدي؟ هو عم حمدي واحنا نتمنى لك كل خير يا عم حمدي، كده ما ينفعش يا جدع. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. فيديو النهاردة بقى كده يعني تعملوا لنا اللايك التمام ونخش كده اهوت عشان احنا داخلين نتعارك مع عم حمدي. وبصوا بقى انت جايب اخرنا يا حمدي، بجد بقى بجد بقى. اولا امبارح انا نزلت لكم فيديو، في الفيديو اللي قبل دوت في التفاصيل بتاعة الحكم على الحاج جابر وحسن ومحمود وسحر. اتمنى ان انتوا تشوفوه عشان الموضوع يبقى واصل لكم كويس. امبارح الحكم طلع. حمدي ووفاء امبارح راحوا عاملين تيك توك كده بقى، حاطين الفلوس في الفرن، اللي هو يلي مش واخد بالك خد بالك ان احنا مش في دماغنا ولا على بالنا. الفلوس اهو حاطينها في الفرن من كتر الفلوس، واحنا راميينها في الشارع وراميينها يمين وشمال ومش هاممنا اي حاجة في الدنيا. بس يكتفوا على كده؟ لا، راحوا عاملين لك بقى ستوري، قال لك اسالونا، اللي هو الاسك اللي على الانستجرام ده، اسالونا واحنا نجاوبه. حمدي قاعد يجاوب على الاسئله من المغرب وهم بيعملوا وبيخبزوا، يعني يقولوا ممكن يمكن كمان من العصر كان النور طالع قرب الفجر. اخر ستوري كنت انا بشوفه على الساعة 10 ونص كده هو الصبح، كان هو عامله من 8 ساعات، يعني قولوا كده مثلا من 4 الفجر مثلا او 5 الفجر عندهم حاجة زي كده. فاول مرة يعني اللي هو انا رايق وانا فايق ومفيش اي حاجة. الناس دخلوا يسألوه اسئلة كده، اللي وفاء هتخلف تاني؟ قال لهم والله كل شيء نصيب، والله الله اعلم، بس هي وفاء نفسها تخلف تاني. طبعا حمدي احنا واخدين عليك يا حمدي ان انت بتحب تعمل اثاره وتشويق، مع ان وفاء قالت ب30 3 ان انا مش عايزه اخلف تاني، خلاص كده الحمد لله على اللي عندي. ولكن لازم اسيب للجمهور حاجه كده تنغوظهم. هي وفاء بتفكر عموما لو ربنا عمل نصيب ماشي، مفيش نصيب يبقى الحمد لله على الولاد اللي عندنا وتربيه اللي احنا معاهم تمام، ربنا يكرمك يا رب. حد تاني دخل قال له ايه ما تواصلتش مع اسماء؟ قال لك اسماء اللي هي المفروض كسبت وتوقعت ان هم هياخدوا الجنسيه التركيه. قال لهم لا والله ما تواصلتش معايا يا اسماء، انا بدور عليكي، انت المفروض تتواصلي معايا والمفروض تكلميني. يا بت يا اسماء اتواصلي معايا يا بت، يا بت روحي يا بت تركيا يا بت، يا اما خدي حقك ناشف يا بت. حتى في واحده من المتابعين بتقول له اعتبرني انا اسماء وخدني انا مكانها، راح ضاحك وقال لها لا ومش ازاي ومش ازاي ومش عارف ايه. واحده تانية دخلت كده تقول له ايه انت شخصيتك جميله جدا، يا ريت كل الرجاله شبهك، يا ريت تقول للرجاله اللي بتعصب تبطل تعصيب. قال لها لا ما انا كمان بتعصب وانا كمان بتنرفز. ها يا عم حمدي الاخر بتاعك ايه؟ راح في الاخر بقى حد قال له ايه؟ قال له هم انتوا خدتوا الجنسيه التركيه لازم تشتروا بيت بفلوس عشان تاخدوا الجنسيه. حد فاهم بقى؟ قعد شرح الموضوع، قال لازم اشتري الجنسية التركية بان انا اشتري بيت من واحد تركي ب400,000 دولار. بس احنا عندنا بيت وعندنا شقتين وعندنا شقة تالتة. وراح مخمس في وش الناس لما واحد بيسأله بيقول له عندك كام شقة في تركيا؟ راح قال له عندي 5. ما شاء الله يا عم، الله اكبر عليك، نتمنى لك الخير يا عم حمدي. ولكن هو طبعا قعد شرح، حد قال له الجنسية انت خدتها لازم تكون اشتريت شقة ب400,000 دولار. قال له لازم اكون شاري شقة ب400,000 دولار من واحد تركي، يعني لازم يكون حد تركي. وانا عندي اكتر من بيت واكتر من شقة. فطبعا يعني هو الراجل حمدي قال في الفيديو اكتر من مرة، قال انا بستثمر فلوسي، يعني هو بيقول انا بستثمر، احنا بنستثمر فلوسنا، احنا بنعمل فلوسنا، احنا بنخلي فلوسنا. فالكلام كان ظاهر خالص انه هو شاريين الشقة دي كاستثمار. يعني انا سمعت الموضوع ده من حد في القنوات اليوتيوب، ان حمدي ووفاء جابوا الشقة دي عشان يستثمروها وليس للسكنة فيها. ليه بقى يا جماعة؟ مش عشان هم مش قد المقام، لا طبعا هم يعني ربنا يكرمهم ويصلح لهم الحال يا رب العالمين.
ولكن حمدي وفاء ليهم نمط معين كده في العيشة، اللي هو بيحبوا يخبزوا، بيحبوا يعملوا يوم تركي، يوم فلاحي، يوم مصري، يوم صعيدي، غسلوا البسين، نزلوا في البسين، ملوه مية فضوه، يعملوا محشي على القانون. مش بتوع عيشة في شقة محدودة، لا هم عايزين يعيشوا براحتهم. لو تفتكروا اول ما ابتدوا مشوارهم في شقة الشروق كانوا بيعملوا بسين في البيت، بيجيبوا بسين وبيعملوا شوي في البلكونة. هم ناس بيحبوا البراح ويجروا كده هوت. فربنا يصلح لهم حالهم، امين يا رب العالمين. ولكن قال ان هو العيال هيدرسوا في تركيا. حد بيسأله بيقول له الولاد هيكملوا دراستهم في تركيا؟ قال طبعا هيكملوا دراستهم في تركيا. ده حتى الولاد واخدين ناجحين، يعني كانوا ناجحين في دراستهم من هو سنتين. وفي نفس الوقت وفاء لما جم مصر قالت العيال خلصوا امتحانات، وكانت في فيديو عاملاه لامها، في الفيديو في القناة بتاعت امها عاملة روتين وفاء، وقالت ان مش فاضل غير ندى هي الوحيدة يا عيني اللي مغموسة في المذاكرة، والمدرسين رايحين جايين عليها. فمنين كده يا حمدي ومنين بتقول ان هم هيكملوا دراستهم في تركيا؟ يا سيدي احنا مش عايزين نعرف مهما يكون، يعني ايه الحاجة المشوقة في انك انت ما تقولش الصراحة؟ يعني وفاء قالت كلام وانت بتقول لا دول هيكملوا دراسات، بقالهم سنتين ناجحين في تركيا. طب ما تركيا هم المفروض دلوقتي بيدرسوا، يعني تركيا المفروض دلوقتي عندهم 4 ترمات، مش ترم واحد او ترمين زينا، لا ده 4 ترمات. يعني المفروض كانوا يمتحنوا من شهر 3 وهم جم مصر، وانت جيت حضرت رمضان مع اهلك هنا، وبعد كده سافرتوا تاني. فين لسه مسافرين بقالكم هم شهر، يعني قعدتوا 3-4 شهور بعيدة. طب يعني المفروض ان هم ما نجحوش، المفروض ان هم لا قدر الله سقطوا لو هم في التعليم التركي. ولكن انت يا حمدي كل ما في الموضوع هفضل مصممة على الرأي ده، ان انت ولادك جبتهم هنا عشان يخلصوا الدراسة هنا، لان انت قلت في اسك من الاسقاط أسئلة اللي انت جاوبت عليها، قلت انا مرتبط في مصر بارتباطات كتير. فانا حسيت ان الارتباطات دي هي المدرسة، يعني احنا هنروح قريب جدا مصر. طبعا هتروح علشان يذاكروا ويمتحنوا، وهتبقوا هنا وهنا، مش زي ما انت قلت الاجازة ما دخلتش عليا يا عم حمدي. فطبعا يعني الفيديو بقى واحدة قالت له طب بالنسبة لأسماء ايه نظامها، هتروح ولا لا؟ اللي هي البنت اللي المفروض فازت وقالت على موضوع الجنسية التركية. نسيت اقول لكم برضو ان هو قال ان هم بينجحوا يعني في الدراسة التركية، خصوصا بعد ما بقوا تراكوة وبقى خدوا الجنسية التركية، هيفرق في المعاملة كتير. فده كان ظاهر ان ممكن يكون عامل من العوامل اللي خلتهم يسيبوا التعليم في تركيا ويرجعوا هنا يتعلموا في مصر، ان ممكن يكون في تفرقة، او مثلا بيتعاملوا ان هم اجانب، ان هم مش زي ما بيتعاملوا في مصر وكده هوت. دلوقتي قال لك الوضع حاجة تانية، واحنا دلوقتي تركي وانا واحد تركي، انا مش عارفة انت تركي ولا رومي. قالش رخيص محدش يضحك عليه خالص، لدرجة ان واحدة بتقول له الشعر الابيض وراسة انت واخده وراسة، قال لها لا واخده عن حب. يخرب بيت خفافة دمك يا حمدي. ربنا يصلح لهم الحال، امين يا رب العالمين. كانت اسقاط يعني باين قوي قوي ان هو بيعكس الحاله اللي هو فيها. الفلوس مش همانه، قاعد بجاوب، قاعد مش هاممني. ربنا يكتب لهم الخير ويصلح لهم حالهم ويدلهم على الطريق الصحيح، امين يا رب العالمين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. يلا باي باي.